بيستقبل الناس شهر رمضان بالفرح وبيعبروا عن فرحتهم بقدومه بحاجات كتير، من أبرزها التعاليق والزينة وفانوس رمضان وكمان أغاني رمضان. ومن أشهر أغاني رمضان أغنية رمضان جانا. فإيه قصة الأغنية دي؟ ده اللي هنعرفه في حكاية النهاردة من حكاوي فنية. بس قبل ما نحكي الحكاية رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. من ساعة ما غنى الفنان الراحل محمد عبد المطلب أغنية رمضان جانا، أصبحت الأغنية دي أيقونة لقدوم شهر رمضان. أما بيحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم بحلول الشهر الكريم اللي عادة ما بيرتبط بذكريات خاصة في الأذهان، منها الأغنية الشهيرة رمضان جانا، واللي بتعتبر من الأعمال الفنية الخالدة اللي بيستحضرها الناس كل سنة، خصوصا إنها مرتبطة بقدوم الشهر الفضيل. أغنية ملك المواويل محمد عبد المطلب رمضان جانا، واللي اتقال إنها أشهر من بيان المفتي في ليلة الرؤيا. أغنية رمضان جانا كتبها حسين طنطاوي ولحنها محمود الشريف وغناها عبد المطلب بالصدفة. ازاي بقى؟ حكاية الأغنية دي ما كانتش سهلة، فمرت بأحداث كتير. لما ظهرت لأول مرة كانت بصوت مطرب مغمور اسمه محمد شوقي، لحنها سيد مصطفى في 2 سبتمبر سنة 43، لكنها فشلت فشل كبير جدا، لأن المصريين في الوقت ده كانوا متعودين على أغنية رمضانية تانية، أغنية وحوي يا وحوي، اللي غناها الأب الروحي للأغنية الرمضانية أحمد عبد القادر سنة 1937. فالناس كانوا متعودين على أغنية وحوي يا وحوي وما قدروش يتقبلوا أغنية رمضان جانا. وما فشلت الأغنية اللي اتغنت بصوت محمد شوقي، خدها المطرب أحمد عبد القادر اللي غنى وحوي يا وحوي وراح للإذاعة المصرية عشان يغنيها بداله، لكن كانت الإذاعة حاطة شرط إن ما فيش أي مطرب يغني أغنية تانية بنفس الموضوع اللي غناه قبل كده، فتنازل أحمد عبد القادر عن الأغنية دي لمحمد عبد المطلب اللي كان في أمس الحاجة للفلوس في الوقت ده، وخد عنها أجر 6 جنيه بينما تكلف إنتاج الأغنية بالكامل 20 جنيه. محمد عبد المطلب كان فنان محظوظ، وكمان كان فنان متمكن من أدواته، ولقبوه بملك المواويل عن جدارة. اتولد في شبرا خيط بمحافظة البحيرة سنة 1910، واشترك في كورس الفنان محمد عبد الوهاب قبل ما يغني على مسرح بديع مصابني في ثلاثينات القرن الماضي، وبرع في الأغنية الشعبية والمواويل، والناس أحبوا مواويله جدا. أما علاقته بأغنية رمضان جانا فزي ما قلنا إنها كانت بالصدفة، لأن كان المفروض هيغنيها أحمد عبد القادر اللي اتنازل عنها لمحمد عبد المطلب، أما رفضت الإذاعة إنه يغني أغنيتين على نفس الموضوع وهو قدوم شهر رمضان. فغنى عبد المطلب الأغنية دي للمرة الأولى في 2 رمضان سنة 1362 هجرية، الموافق 2 سبتمبر سنة 1943، يعني في عز الحرب العالمية الثانية اللي اتأثرت بها مصر جدا، وأصبح الكساد هو السائد في كل مجالات الحياة ومنها الفن. فقفلت الكازينوهات وتأثرت السينما طبعا، وكان من ضمن الناس اللي قعدوا في البيت محمد عبد المطلب. لما اتعرض عليه يغني الأغنية فقبلها بدون تردد وخد عنها أجر 6 جنيه، كان في أمس الحاجة ليهم. في الوقت ده كان محمد عبد المطلب معروف كفنان ليه لون خاص بيه وهو الأغاني الشعبية، وكان محمد عبد المطلب من المطربين القلائل اللي بيغنوا بروحهم ووجدانهم، فكان الناس بيطربوا لأغانيه وبيستقبلوها بنشوة ويسقفوا له ويطلبوا منه يعيدها مرة واثنين وثلاثة. فأصبح محمد عبد المطلب عنوان للأغنية الشعبية أو رائد للأغنية الشعبية. وأغنية رمضان جانا جمعت ما بين عبد المطلب ومحمود الشريف كملحن وحسين طنطاوي مؤلف الأغنية، ومن لحظة إذاعتها في المرة الأولى في الأربعينات ما زالت الأغنية دي تعتبر أشهر أغاني شهر رمضان. ومن ساعة إذاعة الأغنية دي في الأربعينات أصبحت الأغنية الأشهر في شهر رمضان، ولما تسمعها تحس إن كل قبليه فيها بيعبر تعبير واضح عن الشهر الكريم. لكن اللي ناس كتير ما يعرفوهوش إن الأغنية دي اتعرضت للتعديل أكتر من مرة، ورغم كده محدش حس بإن في فرق أو في تعديلات حصلت، فاتحذف منها عدد من الكوبليهات، منها بالليل نولع أناديلك والشمع يقيد، والليل بطوله نغني لك ونقول ونعيد، وندور على بيوت أصحابنا نملى جيوبنا من أحبابنا، من العصر نستنى المدفع ودانا معاه، من ساعة ما يلعلع في الجو صداه، والأكل قدامنا محمر مشمر، رمضان جانا أهل رمضان. التعديلات دي حصلت بسبب دخول الكهرباء في الريف في مصر، فكانت طبعا كلمة الأناديل مش موافقة، الأناديل اللي هي اللمض الجاز والكلوبات والحاجات دي، فأصبح الناس بينوروا بالكهرباء، وبالتالي ما كانش فيه يعني معنى لكلمة أناديل. فحصل التعديل ده بسبب دخول الكهرباء في مصر بشكل أوسع، وبالتالي ما كانش فيه لزوم لكلمة أناديل لأنها بتتعارض مع التقدم اللي وصلت له مصر في الوقت ده، خصوصا مع انتشار الإضاءة بالكهرباء، وانتهى عصر الأناديل والكلوبات اللي كانت من أهم مصادر الإضاءة في الوقت ده. أما عن قبليه انتظار المدفع من العصر نستنى المدفع فاتحذفت بعدها بفترة بعد دخول التلفزيون في مصر سنة 1960، لأن أصبحت الناس بتعرف موعد أذان المغرب من التلفزيون مش عن طريق المدفع. أغنية رمضان جانا
نقلت المطرب الراحل محمد عبد المطلب نقلة تانية وحطته في مكان تاني خالص، فاتشهر بشدة أكتر وأصبح أكثر انتشارا، لدرجة إنه اتقال إن الأغنية دي أهم من بيان المفتي في إعلانه عن شهر رمضان، وأصبح الناس بمجرد ما يسمعوا الأغنية يعرفوا إن رمضان على الأبواب. وأصبحت الأغنية دي أيقونة للإعلان عن قدوم شهر رمضان. وعنها قال المطرب محمد عبد المطلب: أنا لو أخدت جنيه واحد عن كل مرة اتذاعت فيه الأغنية دي كان زماني بقيت مليونير. دي كانت حكاية أغنية رمضان جانا وكل عام وأنتم بخير. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.